حله على النار حطيت ميه ومعلقه ملح، وهسيب المكرونه تتسلق 3/4 سوا بس. وبعدين هبدا اعمل الصوص، معلقه زيت عليها معلقه زبده، وهنزل ببصله صغيره متقطعه صغير. لما البصله تبدا تدبل هنزل بمعلقه من الثوم المفروم ناعم. الثوم تبدا تظهر ريحته هنزل بالجمبري، ده حوالي ربع كيلو، وهنضيف البهارات بتاعتنا ملح فلفل بابريكا رشه من الكمون. واول ما بياخد اللون الجميل ده بنطلعه على طول. ومكان الجمبري عندي لسه فيه زبده، فهنزل بمعلقه زبده كمان ومعلقتين دقيق، زي ما بنعمل البشاميل بالظبط. معلقتين الزبده عليهم معلقتين دقيق عليهم كوبايتين لبن، بس انا عايزه القوام يكون اخف من البشاميل، فضفت نص كوبايه من ميه سلق المكرونه، وبنزل باللبن شويه بشويه مع التقليب المستمر. الطريقه دي بتضمني ان يطلع معاكي القوام كريمي وما يكلكعش منك، وتقدري تعملي بدل اللبن بكريمه الطهي لو عندك. وبعدين هضيف المكرونه، اظبط الملح، واحط كمان رشه من الفلفل. لما الصوص يبدا يتقل هنزل بالجمبري وشويه من الجبنه الموتزاريلا او ميكس الجبن، بيدي مطه حلوه قوي في الطاجن. وضفت كمان شويه من الفلفل الالوان متقطع صغير، وهسيب الباقي عشان احط على وش الطاجن. المكرونه بقى قوامها حلو جدا، هنزل بيها في طاجن او صينيه بايركس، وتقدري تعمليها في الفرن او في الاير فراير. وزي ما قلت لكم قبل كده، قبل ما احط اي صينيه او طاجن في الاير فراير بحط مفرش السيليكون المخرم ده او ورقه زبده لو مش عندك، عشان ما تجرحيش الشبكه، لان مع حركه الدرج الحاجه بتتحرك جوه فبتجرح الشبكه. الصينيه البايركس دي عندي مقاس 18 سم، او ممكن طاجن برضو نفس المقاس او اكبر حسب مقاس شبكه الاير فراير عندك. ممكن تعمليها في طبق فويل الومنيوم، واحط على الوش شويه من الفلفل الالوان وجبنه موتزاريلا او ميكس جبن. كل حاجه في الطاجن مستويه، مجرد ان انا عايزه الجبنه تسيح وياخد لون. فاخترت الوقت 10 دقايق على درجه حراره 180، وما اخدتش الوقت كله، اخدت 7 دقايق بس. وممكن برضو تعملوها على درجه حراره 200. لكن لو عامله اي طاجن 3/4 سوا قللي الحراره على 160 على ما يستوى كويس من جوه، وبعدين علي الحراره في الاخر عشان ياخد لون.